عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا منورين الدنيا وجمعة مباركة عليكم وعلى أمة محمد جميعا يا رب. وحق يوم الجمعة كده كل حد نفسه في حاجة تتحقق له يا رب، ويكتب الخير والسعادة للناس كلها يا رب. واول حاجه بقى كده ايه، انزلوا في الكومنتات تصلوا على النبي وتحطوا اللايك الجميل، واللي مش مشترك في القناه يشترك. وهنعمل ايه بقى النهارده يا جماعه؟ النهارده طبعا الجمعه يعني محشي، فاحنا النهارده هنعمل محشي. يلا بقى معانا كده خطوه بخطوه واوريكم هنعمل محشي ازاي. طبعا قبل اي حاجه نصلي على النبي ونحط اللايك. الإنسان اللي بيعقل كيف يمسك السكينة ويذبح بيها. الإنسان اللي بيعقل كيف يقف كيف الإنسان فوق برج ويقفز يأسا من الحياة التي لها رب يدبرها. أيها الناس، عودوا إلى رسول الله واغرقوا في تلك الرحمة، وإلا ستتكدر علينا معايشنا. إن لله تعالى 100 رحمة، بيسموها دي الرحمات الذاتية. كم رحمة لربنا يا ابني؟ 100 رحمة. عشان ربنا يوري لك إن 100 ده مش عدد صغير في حق ربنا. واحدة منهم خلق بيها الدنيا وخلق بيها أهل الدنيا وغرقهم فيها، وقال على بابها وما أرسلناك إلا إيه؟ ل100 رحمة. يعني 100 رحمة عددية؟ قال لا، ده لله عز وجل 100 تجلي من تجليات الرحمة، 100 نوع صفة من صفات الرحمة الذاتية، اللي واحدة منهم بس أغرق فيها الموجودات جميعا حتى ذهلوا. علم الله أن الدنيا لا تحتمل وأهلها أكثر من واحدة، وأن هذا فيضان حنان ودي إلهي، وأن هذا يكفي أن ترفع الدابة التي لا تعقل حافرها على وليدها خشية أن تصيبه. البهيمة اللي ما بتفهمش لما دخلت في دائرة الرحمة دي بقت ترفع حافرها من على العيل بتاعها لتموته. الإنسان اللي بيعقل كيف يمسك السكينة ويذبح بيها. الإنسان اللي بيعقل كيف يقف كيف الإنسان فوق برج ويقفز يأسا من الحياة التي لها رب يدبرها. أيها الناس، عودوا إلى رسول الله واغرقوا في تلك الرحمة، وإلا ستتكدر علينا معايشنا. انفلات العالم وإعراض العالمين عن رحمة الله للعالمين ما هو إلا بعد الكوكب قدر أنملة بسيطة عن رحمة حضرة النبي. ما هو إلا إعراض الدنيا عن سيد الدنيا والآخرة، لأن الله جعل الفرج علامة على تبعيته، وجعل النور علامة على اتباعه. من فك الإنسان لحظة عن رسول الله إلا أظلمت عليه الحياة، وإلا كيف كنا نسمع ونفهم ونعي معاني قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله النور. ده مين؟ ما رأيت الرحمة إلا في المجالس التي يصلى فيها على رسول الله. ما تعلموا الشباب ده الصلاة على النبي عشان ربنا يصلي عليهم يا أولاد، عشان ربنا يصلي عليهم. علم ابنك وبنتك وعيالك واللي رايح واللي جاي وانت راكب حتى المواصلات، قول للناس صلوا على النبي. يمكن حتى لما نقول لهم صلوا على النبي فيصلوا على النبي إحراجا، فتنزل الرحمات الربانية على ذلك الكوكب. هذه الأجيال المختطفة، هذا الشباب المختطف، هذه الأجيال المنحسرة المحصورة المقبوض عليها في سجون التواصل الاجتماعي تحت دعوى الحضارة والتحضر والتقدم والرقي وإضاعة الأوقات. بعد ما كنا نشوف الواحد ليل ونهار قاعد ماسك المصحف، بقى ليل ونهار ماسك الموبايل. بعد ما كان زمان الشيخ يقول يا ما تسيبش السبحة حتى وانت نايم، خليها في ايدك. كانوا الناس زمان بيتكحلوا بالشط عشان ما يناموش خوفا من ان يفوتوا ركعة، يفوتوا سجدة. عايزين نسمع ولادنا: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بان لهم النور التام من الله يوم القيامة.
عايزين نقول لاولادنا صلوا كتير على النبي. ليه يا ابني؟ لان الصلاه على النبي بتنزل الرحمه. الصلاه على النبي بتخلي ربنا اللي في ايده ملكوت الوجود يصلي عليك انت، وانت في الوجود لا وجود. ده انت جوه الكوكب اللي هو لا يساوي جناحا بعوضة عند ربنا. انت جوه الكوكب ولا حاجة. هو على ربك هين يا ابن آدم. خلقت الشمس من أجلك، والبحر من أجلك، والمية من أجلك، والسماء من أجلك، والزرع من أجلك، والبهايم من أجلك. أيعجزني رغيف عيش أسوقه إليك؟ معقول يا ابني رغيف العيش بتاعك هو اللي مغلبنا؟ ها؟ اتخيل لك ان الدنيا ضيقه كده. اذا ضاقت بك الدنيا فاسرع فورا الى سعه فضاء رحمه الله. اذا كان لله 99 رحمه مختزنين لسه ما واجهش بيهم الخلق، لم يواجه بيهم ملاك ولا آدمي ولا إنسان ولا عرش ولا فرش ولا حد لسه شاف حكايتهم لغاية النهاردة. هذه رحمات. لا أقصد 99 إن هم لسه 99 تجلي بالرحمة زي ما قلت، إنما 99 نوع بالغ من الرحمة لم يكشف الحق عن نقاب هذه الرحمات لأحد، إنما خزنها وخبأها في سرادقات جلال الذات حيث لا يعلم علمه إلا هو، حيث لا يحاط بذلك العلم إلا بما أراد وبما شاء. فتلك هي الأسرار التي لم يحل إزارها لعارف ولا لولي ولا لنبي مختزلة حتى يزهل الحق بها الخلق يوم يلقونه. وأنزل رحمة واحدة بها تعطف الأمة على وليدها، وبها ترفع الدابة قدمها من على وليدها خشية أن تصيبه. ذلك الحنان المودع في الإنسان وبين الكون الوجود والودود اللي عايشينه كلنا من جراء رحمة واحدة. فكيف إذا كشف الرحمن عن إزار الأنوار عن ستار هذه الرحمات؟ ودي واحدة بس. ودي إيه؟ دي واحدة بس. ده اللون اللي سمح به الإنسانية تتعايش فيه. فكيف إذا واجهك بكشف الستار عن 100 من مثل هذا وأعظم، حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا ما عاشه الإنسان في ظل رحمة واحدة، حتى تطلع الشمس من مغربها فيواجهك ب99 زيها. الله. الاكتئاب ده إيه؟ الناس بتروح تشرب مخدرات ليه؟ اوعى تقول بعيد، لا، هو ما لقاش حد يحنو عليه، ما كانش له اسمه حد يحنن قلب النبي عليه. أصله إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت فاكر أن أنت هتروح لربنا بقلبك أنت؟ ما ينفع. قلبك أنت مليان غل ومليان حسد ومليان زعل ومليان نكد. أمال نجيب قلب مين؟ الله الله. القلب السليم حضرة النبي اللي اتقال فيه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون نزل به جبريل. والقرآن كان محل تنزلهم في بقى جبريل بينزل على قلبه بس. قال السؤال بالنبي ده اسمه القلب المحيط. اسمه ليه؟ اسمه القلب المحيط. فربنا عايزنا نيجي يوم القيامة واحنا في قلب النبي لينا غلاوة، نكتر كتير من الصلاة عليه. بالناس اللي بتروح تشرب مخدرات دي ايه حكاية يا اخوانا؟ ما حدش دلهم مع النبي، ما حدش حلق، ما حدش قال لهم يا اولاد صلوا على النبي، لانهم لو صلوا على النبي كانت نزلت رحمة ربنا في قلوبهم، كان حفظهم ربنا من نفوسهم، كان ربنا كفاهم شر الضيق. لأن الصلاة على النبي من أجل الأذكار ومن أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. صلى عليه. قلبك يطيب إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب؟ إذا ما حللناش الزمان وإحنا بنصلي على النبي يبقى عمر الزمان ما هيحلو. يبقى الناس دول يا عيني اتحرم